اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا، والفيديو النهارده عن ايه؟ عن ممشى اهل مصر، اضخم مشروع سياحي مفتوح على كورنيش النيل، وافتتح شهر مارس اللي فات يوم 18 مارس سنة 2022. مشروع ممشى اهل مصر عبارة عن ممشى افراد متدرج المناسيب على طول كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى، بطول 4 و7 كيلومتر. سهل الوصول ليه من عدة كباري، من ضمنها كوبري 15 مايو و6 اكتوبر وقصر النيل ومبابة وكوبري الساحل وتحيا مصر. وفي اماكن كتيرة جدا للترفيه والاكل والشرب، ده غير المكان جميل قد ايه، وبيتخلل المكان النيل الجميل. التصميم مقام بحيث ان النيل يتخلل المكان بالكامل، بتمشوا وبتحسوا بجد براحة نفسية جميلة، بانكم بتشوفوا منظر النيل مع الاضاءة مع النافورات مع نظافة المكان. بجد بجد تحفة. شايفين التمثال ده؟ تمثال ست مصرية، رمز للعطاء والنماء والخير. دي بعض اشكال الكافيهات والمطاعم اللي موجودة، وشايفين تقعدوا بقى على منظر النيل الجميل والنوافير الحلوة والجو الجميل. المحلات طبعا فيها اندور واوتدور، علشان لو الجو هوا او ساقع تقدروا انكم تقعدوا جوه المحلات او المطاعم، وبتشوفوا بقى منظر المراكب الجميلة المنورة وهي معدية في نهر النيل. بجد مشروع حضاري سياحي ضخم جميل جدا جدا. بيقام فيه مرسى لليخوت ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم وكافيتريات وأماكن جلوس ونوافير وبرجولات. يعني مكان سياحي متكامل من كل ناحية. لقيت بنوتات قاعدين على البنشات اللي موجودة قدام منظر النيل وعمالين يذاكروا، والناس واقفة عمالة تتصور. كل جزء من المكان لوحده ممكن تعملوا فيه فوتو سيشن لوحده. بجد حلو، سواء التصوير الصبح او بالليل. الصبح بيبقى فاضي الى حد ما، وبالليل طبعا علشان الجو بيبقى حلو ابتداء من المغرب بيبقى الدنيا ازحم شوية. الكافيتريات معمولة على اعلى مستوى واعلى شياكة زي ما انتوا شايفين، فيها مطاعم كتيرة مشهورة. شايفين المنظر وشايفين الشكل، بجد روعة روعة. زي ما قلنا كل مكان تقدروا تقفوا تتصوروا فيه كل منظر على حدة. بجد حاجة تفرح وتفتح النفس. وهيكون فيه كمان على ممشى أهل مصر مكان مخصص للدراجات الهوائية للتشجيع على ممارسة الرياضة وتقليل استخدام العربيات والأتوبيسات وتخفيم الزحام في العربيات في أوقات الذروة. كمان وانتوا ماشيين هتلاقوا أماكن كتيرة تقدروا تربطوا فيها العجل بتاعكم، موجودة هنشوفها في الفيديو، علشان لو حد جاي بعجلة وحابب انه يربط العجلة وينزل يتفرج. طبعا الحاجات دي موجودة في الدول المتقدمة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ النيل بيتخلل المكان من جوه كله بالكامل. لاحظنا ان المشروع فيه اهم الركائز اللي بتعتبر اساس لاي مشروع سياحي ضخم، منها بنشات مواجهة للمسطح المائي، المطاعم، الكافيتريات، ممرات واماكن صعود لذوي الهمم، اماكن انتظار للعربيات، اماكن انتظار للدراجات الهوائية. فبجد مكان متكامل من كل ناحية، وكفاية الجمال في التشطيب على أعلى مستوى. ممشى أهل مصر مش مقتصر على منطقة بعينها، لكن تم مد المشروع علشان يغطي مجرى نهر النيل بالكامل في القاهرة الكبرى. من أهم المناطق اللي بيمر من خلالها المشروع إمبابة وشبرا والتحرير والزمالك، ومنطقة كورنيش النيل قريب من أبراج نايل سيتي وسور مجرى العيون. الممشى لغاية فترة قريبة جدا كان متاح للتنزه مجانا لكل المصريين، بس من فترة قريبة أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل ممشى أهل مصر تطبيق سعر تذكرة دخول ممشى أهل مصر الجديدة لدخول الجزء السفلي. سعر التيكت للفرد الواحد 20 جنيه، ده للجزء السفلي فقط. لكن الجزء العلوي في ممشى أهل مصر هيبقى متاح للمصريين للتنزه مجانا. الموضوع ده أغضب ناس كتيرة، لأن طبعا إن سعر التيكت يبقى 20 جنيه للفرد الواحد، والعائلات المصرية ما شاء الله بتبقى على الأقل 4 5 6 أفراد، ولو عيلتين رايحين مع بعض فطبعا هيبقى يعتبر مبلغ لكل عيلة، إن هم لسه بس داخلين، لسه ما قعدوش في مطاعم أكلوا وشربوا كده. بس الشركة أعلنت إن سبب فرض التذكرة دي هو طبعا كان الممشى متاح للتنزه مجانا بالكامل من بداية افتتاحه، لكن سبب فرض سعر التذكرة إن هم لقوا إن في ناس بتدخل بتخرب الممشى وتكسر الإزاز بتاع المطاعم والمحلات وتكسر
البلاط بتاع الممشى والمصابيح الإنارة، وخصوصا ان هم موفرين في ممشى اهل مصر امن موجود لحماية الناس اللي موجودة ومنعا للتعديات. لان في مسؤول وضح ان في العيد كان في تعديات على المكان من قبل بائعين وكده. طبعا هم عاملين المنظر ده المكان ده علشان يبقى شكل حضاري، ما ينفعش ان يبقى فيه اي تعديات او اي تخريب من اي ناس داخله الممشى. فقولوا لي رايكم في الكومنتس، انتوا مع او ضد فرض تذكره لدخول ممشى اهل مصر؟ انا شايفه ان ممكن تتفرض تذكره على الدخول بس مش بقيمه 20 جنيه، ممكن للفرد تبقى حاجه مش كبيره، بس علشان ناس بتروح هناك عيلات مع بعض، فان عيله تدخل تدفع مجرد بس عشان دخول 125 جنيه دخول بس، طبعا ممكن يبقى حاجه كتير عليها. فممكن مثلا تبقى تذكره رمزيه ب5 جنيه التيكت مثلا. ده رايي، وقولوا لي انتوا رايكم في الكومنتس. زي ما انتوا شايفين الجمال والشياكه في كل حاجه، في ديزاينز المحلات والممشى نفسه، في كل الخامات المستخدمه حتى في الممشى، الالوان كلها في هارموني ماشيه مع بعض. في اكبر الماركات والمطاعم موجوده في ممشى اهل مصر. بالنسبة لمواعيد الممشى بيفتح يوميا من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل، وده للجزء السفلي فقط من ممشى أهل مصر. لكن الجزء العلوي بيبقى مفتوح على مدار 24 ساعة لكل المصريين، يقدروا طبعا يتمشوا فيه ويستخدموه براحتهم من غير أي تيكت ومن غير أي رسوم. تقدروا تروحوا ممشى أهل مصر بكل طرق المواصلات، في مواصلات كتيرة توصلوا. أقرب محطة مترو ليه هي محطة مترو التحرير. موجود جيتس أو بوابات كتيرة جدا للممشى، من بوابة رقم 1 و2 و3 و4 و5، كل دي بوابات للممشى تقدروا تدخلوا منها. وخلي بالكم ان انتوا لو قطعتوا تيكت ودخلتوا الممشى، لو جيتوا طلعتوا من البوابة خلاص التيكت ده صلاحيته بتنتهي، علشان تدخلوا تاني لازم تدفعوا تاني. فخلي بالكم جدا من الموضوع ده، لحسن تروحوا طالعين مثلا حابين تجيبوا حاجة وترجعوا او كده، هتلاقوا ان انتوا هتضطروا تدفعوا تيكت مرة تانية. ودي اماكن العجل اللي بقولكوا عليها، يعني موجودة في كل الاماكن الحضرية وموجودة كمان في ممشى اهل مصر. شايفين الجمال، كل حتة في المكان تقدروا تعملوا فيها فوتو سيشن لوحدها. ده تمثال المرأة المصرية اللي بتدل على الخير والعطاء والرخاء. بجد مكان جميل قوي قوي. ما تنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، خليه لونه رمادي، وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.